كلنا بنحب يكون عنا شفاف كتير كبار. ليه؟ لأنه يمكن دارج وهيدي موضة إنه يكونوا الشفاف كبار ومبينين مرسومين على الخط والكونتور لاين 100% ظابط. أنا كتير بكره الأساليب اللي كنا بنعتمدها لتكبير الشفاف. بيروحوا بيجيبوا كبايات وما بعرف شو بيستعملوا أدوات لحتى يكبروا ويعملوا كأنهم معمل لهم فيلينج. غلط غلط غلط. ليه غلط؟ لأنه عم نحقن الشفاف بطريقة كتير عم تأذيهم. لما منشد نحنا ومنستعمل هيدي الكباية أو ما بعرف شو هي اللي مخترعينها كرمال نكبر فيها شفافنا، قديه رح يكون في عنا تدفق دم بالشفاف. وصرت شايفة كتير حالات أنا وفيديوهات قديه عم يتأثروا البنات من وراء هيدي العوايد السيئة يلي درجت كنوع من الموضة. بس بنفس الوقت فينا خطوتين إذا بدكن نعتمدون منكبر فيهن شفافنا، وبنفس الوقت بيكونوا كتير مرتبين وما عرضنا حالنا للخطر وصار عنا شفاف اللي نحن بنحلم فيهن. شو هن هيدول الطريقتين؟ لكبر شفافي بعتمد شغلتين، أول شي الكونتور وتاني شي الحمرة. وإذا بدكن الخطوة الثالثة بتكون المثبت يلي بيجي مع الحمرة. هيك بتبقى ثابتة كل نهار، تاكلوا بتحكوا بتتحركوا بتروحوا وبترجعوا وزيت الشي الحمرة بعدها ثابتة على شفافكن. رح فرجيكم كيف. ناخد الكونتور. أنا اليوم نقيت الكونتور من لوريال. بجيب الكونتور، شفافي مثل ما شايفينهم صغار بس أنا رح كبرن. رح أرسم خط من فوق أول شي حدد فيه شفافي وبعدين بحط فوقهم الحمرة. وأنا بتحكم قديه بدي كبرن. يعني أنت قادرة بالبيت وعلى المراي تكبر شفافك بس من قلم الكونتور. ترجعي من بعد ما تحط الكونتور بتجيبي الحمرة. أنا اليوم رح استعمل ريمال لندن. أنا كتير بحب ماركة ريمال لندن، كتير بحب هيدا الليب جلاس. ليه؟ بقلبه الحمرة وبقلبه المثبت. بيبقى كل نهار على شفافي، باكل بحكي بتحرك وبضل ثابت كل نهار، وبتحطي فوق المثبت. تابعوا فيديوهاتي على صفحتي الخاصة على اليوتيوب، وما تنسوا تعملوا لها سبسكرايب، وشوفوا يومياتي على السناب شات، انستغرام وعلى الفيسبوك. باي.